اللي عايز ياكل بقى الطعميه الحلوه الجميله دي ويعرف كل الاسرار بتاعتها اللي عشان تطلع زي بتاعه المحلات واحلى كمان، يتابع معايا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نقول مقادير الطعميه اللي هي الفلافل. ده نص كيلو فول مدشوش زي ما انتم شايفين. تنقعوه كويس جدا لمده من 3 ساعات ل5 ساعات. تمام. وما نزودش عن كده علشان لما نيجي نقلي الطعميه ما تشربش مننا زيت. ودي بصلايه زي ما انتم شايفين، وده بقدونس على كزبره. والبصلايه الخضراء دي بديل الكرات عندنا في مصر، هي دي اللي موجوده عندي بقى هنا. وهنا دي راس توم. ودلوقتي ان شاء الله بقى نخرطهم وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين قطعنا الخضره، ودي نص كوبايه ميه، ممكن نستخدم اقل من كده كمان علشان ان شاء الله هنعمل الفول في الخلاط. وهنزود شويه ميه شويه صغيرين صغيرين علشان الخلاط يلف معانا كويس. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده تمام. وهناخد بقى الميه ونحط شويه صغيرين شويه صغيرين عشان نشوف الخلاط يلف معانا ان شاء الله بسرعه. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده نضرب شويه ونريح الخلاط شويه. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين كده هناخد الخليط بتاع الطعميه وننزل بقى على مصفى عشان ما نستخدمش ميه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. المصفى لما تكون كبيره تكون افضل، هتسهل علينا كتير. دلوقتي احنا صفيناها من الميه بتاعتها. وهناخد الميه اللي احنا صفيناها دي تاني وهنعمل بقيه الطعميه، وهتطلع ان شاء الله طعميه مش هقول لكم بقى، هتبقى باذن الله خطيره. ولما تلاقوها حلوه وتعجبكم تدعوا لي بقى، اهم حاجه. حط برضه في الخلاط تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. في شويه صغيرين جدا سايباهم برضه يشغلوا الخلاط مع شويه الميه اللي نزلوا من اللي خدناهم من الطعميه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي الميه اهي ننزل بيها تاني ايه في الخلاط. وهضرب انا بقى الخليط وارجع لكم بعد ما اخلص عشان ما اطولش عليكم الفيديو وعشان صوت الخلاط مش يضايق. ودي بقى منظر الطعميه بعد ما خلصنا الكميه كلها، ما شاء الله عامله ازاي جميله. وفي بقى السر اللي بيخليها زي الطعميه اللي بنجيبها من الراجل بالظبط. لو عندك المضرب الكهربائي تضربيها بيه ضربتين كويسين كده، او بالهند بلندر، او بالمضرب اليدوي، بس يكون بالمضرب الكهربائي افضل. شوف ما شاء الله جميله. كل ما نضرب فيها كده بتديكي الهشاشان اللي بيبقى في الطعميه ده وتلاقيها هشه وروعه. ودلوقتي بقى برضو لما تيجي تطلعوها من الفريزر تضربوها لا في الخلاط تاني، تحطيها في الخلاط تاني، لا اما تضربيها بالمضرب الكهربائي ضربتين تبقى هشه وخطيره. تمام. ودلوقتي بقى هنقلي منها ونحطها في اكياس في الفريزر. ودلوقتي بقى ناخد الكميه اللي احنا هنعملها دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا دلوقتي بقى بقيه الكميه هنحطها في الفريزر. ومش هنحط اي توابل الا في اللي انا هعملها دلوقتي. لما نطلعها في الفريزر نضربها زي ما انا قلت لكم
وبعد ما نضربها نحط لها التوابل بتاعتها ونقليها عادي خالص. وكده الكيس زي ما انتم شايفين نبططها حلو كده عشان ما تاخدش مكان مننا في الفريزر. ودلوقتي بقى نيجي نقلي الطعميه، وبعد كده انا اكمل ده عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دلوقتي بقى نحط التوابل. اول حاجه ده الملح، شويه شطه بكمون زي ما انتم شايفين كده، ربع معلقه كزبره ناشفه. تمام. يبقى احنا بنحط التوابل واحنا بنقلي الطعميه، قبليها ما نحطش وندخلها الفريزر من غير توابل. وهنقلب الطعميه كده توابل فيها. انا بحب فيها الشطه بالكمون جدا، بتبقى جميله. لو عايزه تحط شويه فلفل احمر برضو بتبقى حلوه. تمام. دلوقتي بقى هجيب معلقه، دي بقى سهله ولا تعوصي ايدك ولا اي حاجه. معلقه كده ونبل المعلقه الاول في الميه وبعدين ننزل بيها في الزيت. ولازم الزيت يكون زيت اللي هي بتحب الزيت كتير، الطعميه تطلع هشه معاكي وجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. بلينا المعلقه كده في الميه ونازلين بيها كده زي ما انتم شايفين، ونجيب ايدينا كده سمسم. اللي عايزها بسمسم تمام، اللي مش عايزها ما تحطيش. تنزل الطعميه كده من غير ما تمسكي طعميه ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان انا عندي في بيحبوها بسمسم وفي ما بيحبوهاش بسمسم. جميله ومش بتاخد معانا وقت، انت ضامنه بقى نظافتها وضامنه جمالها وحلاوتها. مش هقول لكم بقى الجمال والريحه الخطيره، لسه هي ما خلصتش والريحه ابتدت تبان. برضو كل ما نيجي نحط نقلب كويس. بنقلبها في الميه كده عشان السمسم. ما نستعجلش، نساوي برضو المعلقه عشان تطلع الطعميه شكلها حلو. نبلها برضو في الميه عشان تبقى سهله علينا والطعميه بتنزل. نوطي بقى شويه عشان كده ايه تبقى مستويه كويس. نوطي النار عليها، نخليها نار متوسطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ولا خدت معانا وقت ولا اي حاجه. بصوا الطعميه ما شاء الله عامله ازاي، هشه جدا زي الطعميه اللي بنشتريها من بره بالظبط. ودلوقتي بقى ده الشكل النهائي للطعميه بعد ما خلصناها. مش هقول لكم بقى هشه ازاي وطعمها روعه في منتهى الجمال. واللي يعجبه الفيديو الحلو الجميل ده لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.